السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير وكل سنة وانتم طيبين. وفي اول الفيديو كده نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، امانة عليكم. ربنا يكرمني ويكرمكم جميعا يا رب، اللهم امين. النهاردة بقى كنا عند بنتي عشان خاطر عيد ميلاد مين؟ الأبلة ليان، الأنسة ليلي أو الأنسة كوكي، لأن احنا بندلعها بقى، اللي يقول يا ليلي واللي يقول يا كوكي. تمام. النهارده بقى كنا هناك، ولسه جاي البيت من شويه وصورتها بقى الفيديوهات الجميله دي. احنا بنعمل بقى تحضيرات عيد الميلاد، هو يعني ايه عائلي بس، يعني احنا وماماها وباباها، ماماها وباباها، ماماها وباباها دي مامتها وباباها وانا وخالتها بس. وطبعا الاستاذ ادم. شوف انا بقول له ايه، اقول لها كل سنه وانت طيبه يا كوكا، قال لها كل سنه وانت طيب. انا مش فاهمه يا جماعه ليه لما يجي مثلا صوت اغنيه ولا حاجه في الفيديو بتاعي وبنزله على اليوتيوب، بيجي لي عليه العلامه اللي المفروض تبقى خضرا ديت بتاعه الارباح، بتجي لي حمراء. ليه؟ عشان ايه؟ تمام. انا بشوف مثلا فيديوهات كتير، تمام، فيها اغاني ورقص وضحك وحاجات كتير قوي. يعني اشمعنى انا مثلا مش عارفه، لو وجا مثلا برضو صوت قران الاقي برضو جاي لي العلامه اللي هي الحمراء دي، اللي هي العلامه تبقى الخضراء دي الاقيها جايه حمراء. قران او اغاني، ليه؟ انا مش عارفه عشان ايه يعني. هنا بقى البالونه اللي كنت ماسكاها كان مكتوب عليها ايه؟ عيد ميلاد سعيد وعقبال 100 سنه. فجت اشوف بقى البلالين، لقيت ايه بقى اللي مكتوب عليها قلبي، واللي مكتوب عليها انت عمري، واللي مكتوب عليها انت قلبي. يعني بصراحه شويه بلالين ما شاء الله، اشكالاتهم جميله وعليهم كلمات حلوه قوي. هنا بقى طبعا انا لسه كوكا عماله تتفطط وتتنطط وتعمل. اشوف انا بقول لها بقى عيد ميلاد مين، قالت لي انا. اقول لها عيد ميلاد مين، تقول لي انا. كل سنه وانت طيبه يا كوكي، وعقبال يا حبيبه قلبي يا رب مليون سنه في صحه وسعاده وخير يا رب. إيه برضو نفسي اعرف هنا بقى برضو هنا بعد ما نفخنا بقى البلالين، طبعا بقى بنت اطفت الاضواء كلها، النور كله طفته، وسابت بقى ايه النور اللي بسم الله الرحمن الرحيم ده. كانت عايزه يعني ايه نعمل جو شعري بقى كده واحنا بنصور يعني. قلت لها لا، نورة اي نور يعني يظهر الحاجه شويه. هنا بقى العائله كانت متجمعه قاعدين على الركنه، فما عرفتش بقى اصور ايه بقيت الزينه من تحت كده عشان كلهم قاعدين مش عايزين يقوموا من مكانهم يعني. بنتي بقى اللي عامله الورد ده وهي اللي لزقت وظبطت كل حاجه. تمام. بس بصراحه والله كان يوم جميل. ربنا يسعدك يا حبيبه قلبي يا رب، ويخلي لك عيالك، وان شاء الله عقبال ما تشوفوهم احسن الناس. هي برضو اللي علقت على البلالين دي كده، جابت السلم بقى ووقفت وعلقت. تمام. انا بقى عملت لهم مفاجاه بعد ما اكلنا بقى الجاتوه وبتاع التورته وشربنا الحاجه الساقعه ومش عارف ايه. جبت بقى الدبوس وقمت ماسكه البلالين دي بقى، او كلاتهم جروا يعملوا معايا، لان هي طبعا عشان معاها ريان صغير ربنا يخلي. بتقولي ممكن بقى ايه، ممكن ناموسه توجع على اي بالونه ولا حاجه تقوم مفرقعه واحنا نايمين بنتخض. قمنا مفرقعين بقى البلالين بعد ما خلصنا الهيصه وكده، قمنا مفرقعين البلالين. دي بقى التورتايه بتاعه الابله كوكي، شوفي عماله تتنطط وتتفطط ازاي. بصراحه كانت مبسوطه وفرحانه النهارده، ربنا يفرحها يا رب دايما. عسل ما شاء الله. وماسكه الشمعه بتاعتها 3 سنين، النهارده بدات في السنه الرابعه العمر كله. قعدت بقى شوف اقول لها عيد ميلاد مين، تقول لي انا. بس عشان حته صغيره بس في اخر الفيديو عملوا لي عليها العلامه اللي هي الحمراء دي، هيرجع احمله من اول ومن جديد. طب والله حرام يا جماعه، ما تسيبونا نفرح طيب. يعني لو انا عندي مثلا شبكه لبنتي ولا حنه ولا حاجه وحبيت مثلا انا اصور في الاغاني والهيصه وده كله، مش هيسمحوا لي بكده ولا ايه؟ مش فاهمه والله. هل الناس كلها اللي على اليوتيوب ما بينزلوا اغاني وكده بيتعمل بيجي لهم العلامه الحمراء دي، ولا انا عشان مثلا المحتوى بتاعي من الاول خالص ما كانش فيه اغاني؟ عايزه بس اعرف الحته دي، يا ريت اللي فاتحه قناه و... وتعرف ترد عليا، يا ريت تعرفني بس. يعني انا كنت فرحانه ان احنا كلنا بنتكلم وبنضحك وصوتنا كلنا جايب في الفيديو. تمام. اي نعم هو محدش ظاهر معايا، بس كفايه الصوت يعني. البنت دي بتتكلم ودي بترد عليا وهيصه وهو بس اخر حته اللي هي دي. يعني شوفوا الصاب وكان شغال بس في الحته دي احنا بنولع لها الشمع دي بس اللي فيها الاغنيه. واغنيه ايه؟ بتاع عيد ميلاد يعني، مش رقص ولا اي حاجه، ده اغنيه بتاعت حماده هلال بتاعت عيد الميلاد. فمانيش عارفه، لسه محملاه وظبطته وجايه بعمل العلامه بفعال
الارباح لقيتها بتقول لي جاي العلامه اللي هي الحمرا دي. المهم ما علينا. يلا، رجعت اسجل تاني وهنزله من اول ومن جديد. يا رب يفرحك حبيبة قلبي، بنتي بعيالك ويخليهم لك وتشوفهم يا رب دايما احسن الناس، اللهم امين يا رب العالمين. وما تنسونيش يا حبايبي في اللايك والاشتراك في القناه، وشدوا حيلكم معايا شويه. هنا بقى ادم ما شاء الله فرحان بعيد ميلاد اخته. وطبعا بعد ما شلنا الشمعة بتاعت كوكي، حطينا الشمعة بتاعت ادم عشان يوم ادم احنا ما كناش، كنت انا تعبانه وما حضرناش عيد ميلاده. وبقى زعلان ان انت ازاي يا تيتا ما تحضرش عيد ميلادي، وجاي يعني اشمعنى يوم كوكي يعني. شلنا شمعة كوكي وحطينا شمعة ادم. اشوفكم على خير وفيديو جديد، ومع السلامه.